انا ويار وانا علي. تعالى هاخدكم رود تريب حوالين تركيا في اماكن مش تتخيلوا انها موجوده. قررنا نعمل هانيمون غير تقليدي باننا ناخد عربيه ونعمل رود تريب بيسموها التركيش ريفيرا، وهنزور فيها 8 سيتيز مختلفه في 15 يوم. وخليني بسرعه اقول لكم ان علي عاش في تركيا 7 سنين، وفي التريب دي هيكون our personal tour guide. هياخدنا في اماكن عمركم ما شفتوها قبل كده، وهنقول لكم على كل التفاصيل اللي بيها ممكن تعملوا احلى هانيمون او رحله في تركيا. واول ديستنيشن عندنا هي فتح. اول حاجه تعالوا اقول لكم ازاي تقدروا توصلوا فتية او فتحيه زي ما احنا بنقول في مصر. فتحية هي مدينة ساحلية موجودة على الكوستال لاين بتاع تركيا، وتقدروا توصلوا لها عن طريق مطار ضلمن، وده بعض البلاد ممكن يكون عندهم طيران دايركتلي، وبعض البلاد زي مصر لازم تروحوا اسطنبول الاول وبعد كده تنزلوا على مطار ضلمن. فاللي احنا عملناه هو ان احنا خدنا طياره على اسطنبول عن طريق طيران اي جت، وده واحد من الطيارات الاقتصاديه اللي تابعه لتركيش ايرلاينز. تعالوا اوريكم الطياره كانت عامله ازاي ونشوف مع بعض مطار صبيحه. جماعة طول عمري بقعد اشوف مسلسلات. I'm a huge فان للمسلسلات التركية، وبجد طول عمري بقعد اشوف مسلسلات، وبجد الناس كلها عمالة يعني تتكلم بالتركي كده، حاسة ان انا دخلت جوه المسلسل. عندنا لاي اوفر 5 ساعات في مطار صبيحة، وما عندناش اي حاجة نعملها غير ان احنا نلفلف في الديوتي فري. تعالوا اقول لكم ازاي popular سكين كير وبرفيومز اسعارها هي ايه عشان بجد ارخص كتير. بعدها قررنا ان احنا ندور على اي سيم او سيم كارد عاديه، ولقينا ان الباكج بتاع توركسل احسن باكج للمده اللي احنا قاعدين فيها، ودي شركه تركيه والباكجز بتاعتها لذيذه قوي. وبعدين ركبنا الطياره التانية اللي هتودينا المطار ضلمن، وابتدت رحلتنا الفتحيه. So we finally arrived في مطار ضلمن. مطار بجد شيك لذيذ قوي وصغير، بس it's very nice ونظيف جدا. اول ما تنزلوا منه تطلعوا بره هتلاقوا في باصز مكتوب عليها فتحية ومارماريس، هتلاقوا كذا لوكيشن بيروحوا فيهم فممكن تاخدوهم. هتلاقوا برضو اماكن بتاعة تأجير عربيات، فاول ما تطلعوا هتلاقوا اوبشنز كتير قوي، وكمان هتلاقوا تاكسيز لو دي بالنسبه لكم حاجه انتوا عايزين تعملوها. الديستنيشن بتاعتنا كانت اولودينيس بيتش، وده احلى مكان ممكن تروحوه في تركيا، وهنشوفه مع بعض كمان شويه. عشان نوصل لاولودينيس بيتش من مطار ضلمن هناخد واحد من الباصز اللي كانت موجوده بره المطار اللي بيودي فتحيه، ودي مواعيده بيكلف 150 ليره للشخص. ومن فتحيه هناخد ميني فان بيسموه عندهم دولمش، والدولمش ده بيوصلكوا في حوالي 10 دقايق او 15 دقيقة على اولودينيس بيتش، والدولمش بيكلف 65 ليرة للشخص. We arrived. الاوتيل اللي احنا اخترنا نقعد فيه اسمه كاربل سان. الاوتيل متجدد واللوكيشن بتاعه تحفة، هتقدروا منه ماشي تروحوا كل حتة انتوا عايزينها في اولودينيس بيتش. الاوتيل كان بحوالي $65 بالفطار، ولو حجزتوا في وقت قريب من السيزن بتاعهم للأسف هتاخدوه بأغلى بكتير، فحاولوا تحجزوا قبل السيزن بتاعهم بشهرين. وأنصحكم جدا ان انتوا تقعدوا في الاريا بتاعت اولودينيس بيتش مش فتحية او اولودينيس سيتي، علشان هي دي اللي بيكون فيها كل الاكتيفيتيز اللي بتتعمل عامة في فتحية. تعالوا اخدكم ووكينج تور سريع جوه اولودينيس بيتش، ونروح مع بعض اشهر بيتش في تركيا، اولودينيس لاجون.
بتدخلوا هتلاقوا في فيز على الشمسيات والكراسي وكده، ففي اوبشن ان انتوا عادي جدا تحطوا الفوطه وتقعدوا وتنزلوا وتنبسطوا من غير ما تدفعوا اي حاجه. قررنا ان احنا ناكل في المطعم ده، لذيذ قوي والبرايسز بتاعته حلوه، وحاطط البرايسز بره عشان مش احسن حاجه ان انتوا تاخدوا من حد مش حاطط البرايسز بتاعته بره او موجوده في المنيو. اول امبريشن عن الدروم، ده اكله معروفه قوي هنا، شبه شويه شاورما اللحمه عندنا. Let's try. حلوه قوي، حاطين فيها سلطه وكده، بس هي مختلف ان هي شويه يعني مش حاطين فيها بقى صوصز وكده زي عندنا، بس حلو قوي. تاني ايتم هنجربه من الاكل التركي هي البيتا بريد بتاعهم. هم عندهم الشاورما بيحطوها في كذا حاجه عادي زي عندنا اللي هي شبه السوري ده، والبيتا بريد ده وبيكون جواه خس وطماطم وزبادي وحاجات كده، وبتختاروا بقى يا اما يبقى تشيكن يا اما يبقى ميت. تعالوا بقى نجرب البيتا بريد، شكلها خطيره. العيش حلوة قوي، معرفش ده عاجبني اكتر من التاني. العيش حلوة قوي، مديله تيست كده، والفليفر بتاعت الزبادي لذيذة قوي هنا. احنا نزلنا عشان نجرب شوية سناكس، نتمشى شوية، بس طبعا اتأخرنا شوية عشان نمنا حبة، وبعدين نزلنا لقينا كل حاجة تقريبا مقفولة، مفيش غير البارز زي ما انتم سامعين كده. تعالوا ناخدكم تور كده جوه السوبر ماركت ونقول لكم شوية من اسعار الباراجلايدنج والحاجات اللي احنا عايزين نعملها بكرة. بحب قوي وانا مسافرة اعمل سوبر ماركت تورز. ده اسمه ايه علي؟ سوبر ماركت تحت الارض كده. في ايه؟ ده كيوت. شاي تفاح لذيذ قوي. ماشي ازاي جبت مثلا ايه ده؟ علي بص، هو ايه ده؟ بهارات جامدة قوي. شاي طقم بهارات. هدايا بقى في اللذيذ كده. ايه بقى؟ نايس. صباح الشاي والحاجات، على فكرة شكلها جامدة اوي. ممكن نعيش اكتر حاجات بحبها في العين. معلش هو ده ايه؟ مش فاهمة يعني. هو ده تمام. كيوت لولو. عندهم كمية لوكال براندز شكلها لذيذ. انا بقى حبي للسكين كير. ده ايه بقى؟ ده عارفه من زمان بس ده بعشقه. ماشي. ده السكرين اللي احنا عارفينه. ده بايه؟ بس ده بقى مكتوب بياس شوكولاتة بالليمون ووايت شوكولات. اوكي نايس. دي ملفي زي كده سكول وينكر في الفستق. جامد. دي هي اسمها كات 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 كات. ده بايه ده؟ كات كات دي بالفراولة. دي شوكولات. ماشي. Snacks for the night. في
اكتيفيتيز كتير قوي ممكن تتعمل في اولو دينيز، واشهرهم الرحلات للجزر المختلفة زي كاليباك ايلاند وحاجات كتيرة قوي هنشوفها في الابيسود اللي جاية. بس احنا ما كناش جايين عشان ده، احنا كنا جايين عشان حاجة واحدة بس. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ما يفوتكوش الفيديوهات اللي بتنزل كل جمعة للهانيمون رود تريب.